بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل أم: إزاي تنظمي وقتك بين بيتك وأولادك وزوجك ودراستهم ودروسهم. وعاوزة أقولك حاجات كتير، إزاي هتنظمي بيتك كله، حياتك كلها هتتغير. انت تقدري تنظمي وقتك لما تفهمي ان يومك مش سباق، يومك رحلة فيها بيت محتاجك، اولاد محتاجين حنانك، زوج محتاج وجودك، ودروس ومذاكرة ومشاوير محتاجة صبر وهدوء. التنظيم مش انك تعملي كل حاجة في نفس اللحظة، التنظيم انك تعرفي مين ليه اولوية دلوقتي ومين يستنى بعد شوية. ابدأي يومك بإحساس بسيط. أنا مش مطالبة أكون خارقة، بس مطالبة أكون موجودة صح. اعملي لنفسك تقسيمة في دماغك: البيت ليه وقت، والأولاد ليهم وقت، والدروس ليها وقت، وإنتي ليكي وقت. حتى لو الوقت قليل بس يبقى وقت صافي ليكي. لما تصحي مثلا، بدل ما تتشتتي بين المطبخ والغسيل والأوضة، فكري: أنا دلوقتي هنظف مكان واحد، واللي يتعمل والباقي مش هيهرب. هتلاقي انك بتنجزي اسرع من غير لخبطة. ولما الاولاد يرجعوا من المدرسة، ما تدخليش الحرب فورا، اقعدي معاهم 10 دقايق بس، اسمعيهم، خليهم يحسوا انك معاهم. بعدها ابدأوا مذاكرة واحدة واحدة. مفيش طفل هيفضل مركز لو أمه نفسها مش مرتاحة، فاهدي هتيجي معاهم بسهولة. أما جوزك مش لازم 5 ساعات، أوقات الكلمة الحلوة أهم من الوقت الطويل. مكالمة قصيرة، ضحكة، سؤال بسيط: عامل ايه النهاردة؟ ده لوحده بيخلي من غير ما تحسي انك مقصرة. وخلي عندك قاعدة: مش لازم كل يوم يكون كامل، بس لازم كل يوم يكون متوازن. يعني لو يومك راح في الشغل والبيت، خلي نص ساعة بس لأولادك قبل النوم. لو يومك راح في مذاكرتهم، خلي 10 دقايق بس لجوزك. لو يومك راح للكل، خصصي حتى 5 دقايق ليكي يا ستي. المهم فيه توازن، ولو صغير وبسيط. ولما تتعبي ما تلوميش نفسك، انت مش مكنة، انت والأم بتقع وبتتشقلب وبتتزحلق بس بتقف تاني. اعملي لنفسك نظام بسيط: قبل النوم 3 دقايق بس قولي: بكرة عاوزة أعمل 3 حاجات بس، واكتبيهم. لما تكتبي دماغك بترتاح نص الراحة. وخدي بالك، الأولاد مش محتاجين أم منظمة 100%، هم محتاجين أم حنينة 60% ومنظمة 40%. والبيت مش محتاج يكون لامع، المهم يكون دافي. وزوجك مش محتاج طبخ 4 أصناف، هو محتاج راحة وشوفة وشعور إنه في بيته. انت تقدري تعملي ده كله لما تمسكي زمام يومك واحدة واحدة، من غير جري، من غير ضغط، من غير مقارنة. كل بيت ليه نظام، وكل أم ليها طريقة، وانت ليكي بصمتك اللي محدش تاني يقدر يعملها. قوليلي، انت مش محتاجة تعيشي يومك كأنه مطاردة، انت محتاجة تعيشيه كأنه ملكك. لما تبصي على بيتك وأولادك وزوجك ومسؤولياتك، بتحس الدنيا مسكاكي من كتافك. بس الحقيقة، لو وقفتي نص وقفة هتعرفي تمسكي خيط يومك بإيدك بدل ما يومك يمسكك. ابدأي من جواكي قبل براكي. قولي لنفسك: أنا مش هسيب يومي يجري عليا، أنا اللي هيجريله. خلي عندك قاعدة: كل حاجة ليها وقت، ومفيش حاجة تستاهل تاخد البيت. اعمليه على مراحل: صباح شوية، ظهر شوية، بالليل حاجات بسيطة. مش لازم الشقة تبقى صالون معرض.
البيت يعيش مش يتفرج. الأولاد هما مش مشروع مذاكرة، هما مشروع قلوب. قبل ما تمسكي الكشكول والقلم امسكي ودانك اسمعيهم. قبل ما تقولي لهم هات الكتاب قولي وحشتوني. لما الطفل يحس بالأمان بيذاكر أسرع ويفهم أسرع ويستجيب أسرع. ويوزك العلاقة مش محتاجة طقوس معقدة، محتاجة حضور، كلمة، نظرة، ضحكة، حتى لقمة ناكلوها سوا ولو 5 دقايق. مش مهم الوقت قد ايه، المهم ان قلبك كان موجود. وخلي دايما في نص عينك انت الأساس، ولو الأساس وقع الكل هيتهد. فادي نفسك وقت حتى لو 10 دقايق بس، قهوة على الحوض، دش سريع، دقيقتين سكتة. المهم وقت يرجعك لنفسك. لو حسيتي يومك بيضيع قولي وقف، أنا اللي بختار دلوقتي اعمل ايه. اختار الأهم مش الأكتر. لو البيت مكركب ما تتحطميش، الكركبة دليل ان في ناس عايشة مش غلط. الغلط لما تسيبيها تبقى جوه دماغك مش بس جوه البيت. لما الأولاد يبقوا مش مركزين ما تعليش صوتك، كل ما تعلي صوتك هما بينزلوا صوتهم أكتر. الهدوء مش ضعف، الهدوء سيطرة من غير ما حد يحس. ولما يوزك يبقى محتاجك خد الموضوع ببساطة. هو مش دايما بيدور على خدمة، أوقات بيدور على حضن، والكلمة الحلوة منك بتعمل فيه اللي المية بتعمله في الزرع، بترجع له روحه. وانتي اوعي تنسي نفسك، اعملي كل ده بس ما تسيبيش نفسك آخر الطابور. انتي مش زيادة، انتي الأساس. وكل ما تهتمي بنفسك يومك هيهدى والبيت يهدى والعيال تهدى. التنظيف مش ورقة وقلم، التنظيف حالة انك تبقي هادية، عارفة انت رايحة فين، عارفة مين محتاجك، وعارفة ان مفيش حاجة هتهرب لو اتأجلت نص ساعة. اختاري كل يوم 3 حاجات بس تكون هي هدفك. لو عملتيهم اعتبري يومك ناجح. الباقي لو حصل خير وبركة، ولو ما حصلش مش نهاية العالم. انت قوية ويمكن ناسية قوتك من كتر اللي عليكي. انت تقدري، وكل يوم هتعرفي ان اللي كنتي فاكرة انه مستحيل بيتحقق لما تهدي ولما تفكري ولما تتنفسي. اسمعيني كويس، إدارة الوقت مش انك تلحقي انك توقفي الهرب. انت طول اليوم بتجري من المطبخ للأولاد، من الغسيل للدروس، من الزوج للطلبات، والنتيجة بتنامي وانت حاسة انك ما عملتيش حاجة، رغم انك عملتي كل حاجة. ليه؟ عشان روحك كانت بتجري أسرع من جسمك ومخك أسرع من يومك. فخديها قاعدة غيرت حياة ناس كتير، كل حاجة تتعمل بس بهدوء، لأن السرعة بتعطل مش بتنجز. اوعي تفتكري انك لو عملتي 50 حاجة في ساعة هتبقي احسن، لا، اعملي 3 حاجات بس صح. ابدأي صباحك بحاجة واحدة مش 20 مهمة فوق دماغك. قولي النهاردة اول حاجة عندي ان البيت يبقى قابل للعيشة مش كامل. اعملي روتين ثابت بسيط، سريرك يتروق، اوضة تتلم، الباقي يتعمل على مهلك. ولما ولادك يرجعوا مش اول ما يدخلوا تشغلي السخان وتصرخي وتجيبي كتب، اقعدي قدامهم دقيقة بس يبصولك يحسوا انهم في امان، وبعدها قولي يلا نهدى ونعمل اللي ورانا. الاولاد مش محتاجين وقت كتير، هما محتاجين مش متوترة. لما تهدي هما بيهدوا، لما تتنفسي هما بيتجاوبوا. وزوجك مش مهم تعملي مجهود زيادة، المهم تعملي حضور. 5 دقايق معاه بتركيز احسن من ساعة وانتي سرحانة في الغسيل والمواعين. شفتي في فرق كبير؟ اسمعي ده كويس، لو يومك كله راح وما حققتيش غير مهمة واحدة بس انت اللي كسبانة، عشان كنتي واعية مش متشتتة. انت مش ريهام اللي في الفيديوهات اللي بتعمل 50 حاجة في وقت واحد. انت بيت حقيقي، وبيت حقيقي عمره ما يبقى مثالي.
ولما تتعبي ما تعمليش بطلة، اقعدي واهدي وقولي انا مش مكنة. التعب مش ضعف، ده انذار من جسمك انك محتاجة تهدي وتعيدي ترتيب نفسك. وانسي بقى فكرة انا لازم ارضي الكل. ارضي نفسك الاول وهتعرفي ترضيهم بسهولة. لو يومك مكركب ابدأي من اصغر حاجة، كوباية، ركن، ترابيزة. كل لما حاجة صغيرة تتظبط نفسيتك هتتظبط والبيت يلمع من غير ما تحسي. خلي عندك مساحتين ثابتين يوميا، مساحة للبيت ومساحة للأولاد ومساحة ليكي ولو 5 دقايق. التوازن مش عدد بس، التوازن ترتيب وأولويات. وافتكري دايما اللي بتنظم أولوياتها بتربي بيت كامل مش بس أطفال. تنظيم الوقت مش جدول، تنظيم الوقت مزاج. أيوة مزاجك، نفسيتك، طاقتك هما اللي بيحددوا يومك مش ازاي. لما تبقي مخنوقة كل حاجة تبان كبيرة. فأول خطوة هدي عقلك قبل ما تهدي بيتك. ابدأي يومك بنظرة واحدة حوالين الشقة، مش عشان تتوتري، لا، علشان تختاري ايه هيتعمل. الاختيار ده لحظة قوة. لما انت تختاري يومك يمشي وراكي، ولما اليوم هو اللي يختارك انت بتفضلي طول اليوم تجري من غير ما تلحقي. خلي القاعدة دي محفورة جواكي، مش كل حاجة لازم تتعمل، بس كل حاجة تتعمل بوعي. لو المطبخ مكركب اعملي اهم حاجة بس، ترتيب رخامة، حلة تتغسل، الباقي يتعمل بعدين. بيتك مش لجان تفتيش. ولما يجي وقت لأولادك اعملي لهم مساحة أمان مش مساحة أوامر. لما الطفل يحس إنك سمعاه هو نفسه بيبقى عايز يذاكر، عايز يسمع الكلام. الطفل اللي حاسس بالأمان بينجز أسرع بكتير من طفل خايف. ولما يجي وقت مذاكرة افتحي قلبك قبل الكتاب، اسأليه ايه أصعب حاجة عليك النهاردة، تحب نبدأ بإيه؟ لما تحطيه في الصورة هو بنفسه يدخل في المذاكرة. وجوزك علاقتك بيه مش وقت طويل، العلاقة حضور. انت ممكن تقعدي معاه 10 دقايق بس 10 دقايق من قلبك اتشبع سنة. خدي بالك، اللي بيخرب وقتك مش المهام، اللي بيخرب وقتك التفكير اللي قبل المهام. الفكرة اللي بتضغطك، الإحساس إنك مش هتلحقي، الدوامة اللي بتودي معاكي السرير قبل المغرب. اقطعي الدوامة بجملة واحدة. دلوقتي أعمل خطوة واحدة بس، اعملي خطوة تجر خطوة، وفجأة تلاقي نفسك خلصتي نص اليوم من غير ما تتعبي. وقبل المغرب دايما ادي لنفسك 10 دقايق فقط، تتنفسي، تغسلي وشك، اقعدي في هدوء، لأن الجزء ده من اليوم هو اللي بيحدد شكل باقي يومك مع أولادك وجوزك. واوعي تنسي وقتك مش كله ليهم، وقتك ليكي كمان. لما تهتمي بنفسك صدقيني بتلاقي اليوم بيحبك، والبيت يسمع كلامك، والأولاد يهدوا، وجوزك يتقرب منك، ودماغك بتنضف. انتي مش إنسان عادية، انتي مركز بيت كامل، قلب ماشي عليه بيت وأطفال وزوج ومسؤوليات. وأجمل حاجة إنك رغم التعب لسه واقفة، وده لوحده بطولة. أنا كده خلصت الفيديو بتاعي وخلصت نصايحي. ولو عجبكم الفيديو بالله عليكم ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في قناتي. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.